بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. نعمل بقى النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة سريعة كده في الخلاط، اسفنجية ومسامها كمان ضيقة، طرية واقتصادية جدا، وهنعمل معاها كمان صوص كده خطير محدش هيقاوم. تعالوا كده بقى نعملها في الخلاط عشان تبقى سريعة كده. حطيت هنا في الخلاط 3 بيضات في الأول، وحطيت عليهم فانيليا اللي هي السايلة دي. السايلة دي بتبقى أقوى شوية من اللي هي الباكت الصغنن، فحطيت حطيت من السايلة. طب لو عندك اللي هي الباكت الصغنن ده حط منه 2 أو 3. بعد كده قمت حاطة كوباية الا ربع كده من الزيت، وبعدين حطيت كوباية من اللبن الدافي كده، يعني ايه زي ما بتحطيه في المعجنات، يعني مبقاش. وكوباية وربع من السكر. وبعد كده بقى همسكهم بقى اضربهم كويس اوي في الخلاط عشان السكر يدوب وكل حاجة تدوب. اضرب بقى كده كويس كل حاجة تدوب مع بعض، وتلاقي القوام كده ايه، تحسي ان هو ابيض. هقوم رايحة جايبة بقى طبق، واقوم رايحة حاطة فيه الخليط بقى اللي احنا عملناه ده، عشان نحط بقى فيه عليه المكونات اللي هي ايه، الجاف. هحتاج هنا بقى ايه 2 الا ربع من الدقيق، طبعا على حسب نوع الدقيق، كل دقيق بيختلف، بس انا استخدمت 2 الا ربع. حطي 2 الا ربع، وبعد كده في الاخر ظبطي القوام بتاعك. حطيت 2 الا ربع دقيق، كان المفروض يتنخلوا، يعني نخليهم عشان ميبقاش فيهم اي كتل، يعني وانتي بتقلبي ما يتعبكيش. وكوباية الا ربع كاكاو خام برضو نخلته كده عشان برضو ميبقاش فيه اي تكتلات. شايفين التكتلات اللي فوق دي؟ لازم كلها تبقى ناعمة. وحطيت نص معلقة كده صغيرة من الملح، وحطيت معلقة كبيرة نشا، وباكت كيك شيف، وهنخل كل المكونات اقوم نخلاها عشان ميبقاش في اي حاجة عندي متكتلة. يبقى في الخلاط حطيت 3 بيضة وفانيليا، كوباية الا ربع زيت، وكوباية من اللبن الدافي، وكوب وربع سكر. ضربتهم كويس، وحطيتهم في الطبق، حطيت عليهم 2 الا ربع دقيق، وكوباية الا ربع من الكاكاو الخام، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقة كبيرة نشا، وباكت كيك شيف. دخلتهم كلهم، وبعد كده هبدأ اقلبهم واشوف القوام بتاعهم. لقيتيه تقيل زودي 2 معلقة لبن، لقيتيه خفيف زودي 2 معلقة دقيق، وهكذا لغاية ما يعني تظبطي القوام بتاعها. القوام بتاعها كده يعني قوام الكيكة، هتشوفيها كده وانا بصبها الوقت في الصينية. بعد كده بجيب بقى صينية، انا جبت الحجم اللي هو يعني الصغنن شوية، يعني حسيت ان الكمية تاخد عادي صينية كبيرة، فجبت صينية كبيرة. مسكتها بقى كده، دهنتها، عملت لها رشة زيت كده وهدهنها، واقوم رايحة حاطة الخليط بقى فيها. هحط بقى الخليط. شايفين الخليط بيبقى نازل عامل ازاي؟ ده بيبقى سمك الخليط. هبدأ بقى اهزها كده واخبطها كام خبطة كده عشان تبقى متساوية. هسخن بقى الفرن قبلها ب5 دقايق قبل ما احطها، وبعد كده هسيبها 35 دقيقة في الفرن في النص على درجة حرارة 175. وبعد كده بقى شوفيها بعد 35 دقيقة كده، شوفيها او 30 مثلا دقيقة على حسب مثلا الفرن بتاعك والسخونة بتاعتك. بتشوفيها كده من النص، لو استوت تمام طلعيها. هنيجي بقى نعمل بقى الصوص مع بعض اللي هنحطه عليها لما تطلع. عبارة عن كوباية من اللبن، وكوباية من السكر، وبحط 4 معالق كبيرة من الكاكاو الخام. تمام. وبعد كده بشغل الخلاط، وانا بشغل الخلاط بحط بقى ايه كوباية من الزيت، بس بحط واحدة واحدة، لان بقى على حسب نوع الكاكاو. في كاكاو بيتقل بسرعة اللي في معاك، في كاكاو بيحتاج الكوباية كلها. ماشي. حطيت كده الزيت وقلبته زي ما انتوا شايفين كده، وهو ده القوام اللي انا عاوزاه. طلعت قمت حاطه عليها الصوص، وزي ما انتوا شايفينها بقى تحفه. ممكن تزينيها بقى من فوق كده بسبرينكلز ولا حاجه شوكولاته، او ممكن تسيبيها كده، هي كده تمام. طبعا انا ولا خرمتها ولا سقيتها لبن ولا اي حاجه، هي مش محتاجه، هي طريه وعامله شبه الجاتو كده، فهي مش محتاجه اي حاجه. بس كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.